mooy li nga xam ne moo aju ci asaka képp koo xam ne nag da ngaa bëgg a génne asaka wala am nga loo yaakaar ne war nga caa gën a génne asaka ngay jokkoo borom xam ne ñu wax la tafasil ya ca war wala nga jokkoo ko xëy wala mbooloo mi nga xam ne sëriñ bi moo ko teg moom sëriñ bu mag bi moo ko teg boole ko ak Touba ca kanam ñuy liggéey ci asaka ak lépp lu ca war ak sew-sewee ca nekk yépp bu ko bëgg a xam ak la nga war a génne ak boo ko war a joxe ndax ñoom ñoo ko gën a mën a joxe ñoo gën a xam ñañ koy jox kanam jox yi leen ko ñoo nga ca Touba ca kanam ñoo ko ilif ma nga ca mab naa sëriñ Abdoulahat ba ca yoonu Tayra foofee la seen maqar nekk ku leen fa fekk loo bëgg a laaj ci asaka ak loo ci bëgg a xam rek danañ la ko wax bismillahi tabaraka wa taala wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
شهادة ذي إخلاص في توحيده، ونشهد أن سيدنا محمدا خلاصته من خلقه ومختاره من عبيده. أما بعد، فيا أيها الناس، اعلموا وفقنا الله وإياكم أن النصيحة في الدين أوجبها الله تعالى علينا في قول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه وآله الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله هي الإيمان به وطاعته بالقلب والجوارح، والنصيحة لرسوله تصديقه فيما أخبر وجاء به، واتباع سنته ونصرة دينه. والنصيحة لأئمة المسلمين طاعتهم ومعاونتهم على الحق وأمرهم به، وإعلامهم بما غفلوا عنه من أمور المسلمين وحقوق عباد الله تعالى. والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى ما يصلح آخرتهم ودنياهم، وتعليمهم بما جهلوه. وأما الكتاب فقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. يغفر الله لي ولكم. الحمد لله الرؤوف الرحيم ذي الطول الواسع والفضل المدرار السميع العليم. نشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفار، ونشهد أن سيدنا محمدا رسوله روضة المعارف ومنبع الأنوار. أما بعد، فيا أيها الناس، ففي الآية التي أسلم وحديث نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بيان إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعلهما الشارع الحكيم للقادرين عليه ثلاثة أقسام: قسم يكون إنكار باليد، وقسم يكون إنكارهم باللسان، وقسم يكون إنكارهم بالقلب. فبهما في جميع الأوقات يتجدد الدين وتحيا الشريعة وتنتعش، ويحصل اتحاد المسلمين في دينهم ودنياهم. ولا يسقط الإنكار بالقلب عن منكر أصلا أبدا، إذ كراهة المعصية من مرتكبها على كل مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مع القول برفع الحديث وبعدم رفعه
تقربوا إلى الله ببغض أهل المعاصي والقوهم بوجوه مكفهرة والتمسوا رضا الله بسخطهم وتقربوا إلى الله بالبعد منهم. وقد روي عن عيسى عليه السلام من الكلام ما يشبه هذا الكلام. ومن حق كل من ينصت إليه أن ينتفع بوعظه وينفع الناس به، وأن يحترس من اتباع الهوى في جميع أقواله وأفعاله وأحواله. نسأل الله لنا ولكم العافية في الدنيا والآخرة وحسن الخاتمة بقديم طه سيد الأنام عليه والآل وصحبه الكرام مع الخديم دائما أزكى سلام. يغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله وكاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. حبنا الله الله أكبر. الله أكبر. الله
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون
كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم توذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني